أكيد قابلت في اليوتيوب محتوى رديء عن قصص الأنيميشن، محتوى أقل ما يقال عنه إنه شيء عبثي من عبثيات اليوتيوب. فليه في ناس بتعمل قصص أنيميشن المفروض تتاخد خدش حياة الأسرة المصرية؟ طيب بصراحة وقبل كل شيء أنا أكتر واحدة عارفة قد إيه صناعة فيديوهات أنيميشن اليوتيوب بشكل الصحيح صعبة ومتعبة وغير مجدية أصلا، لكن ده مش مبرر إن مجموعة من الناس تاخد قصص أنيميشن أجنبية وتعربها وتغير بس شكل الشخصيات الخارجي. جماعة دول فكروني بالصناعة المصرية التقليد اللي مفيهاش بربع جنيه جودة وبتبقى بس شبه المنتج الأصلي من بره. بصراحة أنا لما دورت في الموضوع وبحثت بنفسي لقيت إن في موقع أو اتنين معظم القنوات دي شغالة بيهم، وهو موقع صناعة أنيميشن سهل وبسيط ومجاني. ايه ده؟ انت مستنيني اقولك اسم الموقع؟ طب معلش بس هو انا لسه كنت بتكلم وبنتقد ايه؟ ما علينا. القنوات والقصص بقت متشابهة بطريقة مثيرة للشفقة، لكن المدهش ان القنوات دي بيبقى عليها ملايين المشتركين والمشاهدين. طيب ليه ما تعرفش؟ طب فين القصة؟ ما تلاقيش. طب هل الانيميشن حلو وبيشد؟ لا برضو. التفسير الوحيد لده وهو ان معظم المشاهدات دي من اطفال، وده معناه ان في ملايين الاطفال بيتعرضوا لمحتوى غير مناسب وسيء، ودي مشكلة كبيرة جدا بتخليني بصراحة اخاف على اطفال الجيل ده، لأن القصص معظمها بتدور حول الخيانة الزوجية والعلاقات خارج الزواج والتصرفات الغير أخلاقية، وكل ده ليه؟ عشان بس يجمعوا كام مشاهدة هتترجم لفلوس. يعني بيتاجروا وبيكسبوا على حساب خراب عقول الأطفال والمراهقين. المشكلة الأكبر إن الفيديوهات المريبة دي بتكون موجودة في يوتيوب كيدز، يعني أكتر مكان ممكن يكون فيه بعض الرقابة على المحتوى، وبرضه نفس القصة اللي بلس 99 سنة والأنيميشن اللي يجلط. صحيح إحنا ما نقدرش نمنع المحتوى ده تماما، لكن على الأقل نحذر منه ونبطل نتفرج عليه حتى لو من باب الفضول أو السخرية. وفي الجانب التاني نحاول نشجع المحتوى التوعوي اللي بيناقش قضايا حقيقية أو المحتوى التعليمي للأطفال أو حتى الكرتون العادي. بصراحة احنا بقينا في زمن نحمد ربنا ان اولادنا بيتفرجوا على كرتون دور التافه او انا البندورة الحمراء، ونرجع زمن التفاهات الجميل. حرفيا الحاجات دي افضل من قصص الانيميشن 100 مرة. واكيد مفيش تغيير في يوم واحد، بس على الاقل زيادة الوعي بالحاجات المؤذية بتقلل الاذى بتاعها. وعشان اكون صريحة معاكم القصص دي لفتت نظري من زمان جدا، وكمية التفاهة اللي فيها ده غير العناوين اللي تخليك تشوف هم عايزين يقولوا ايه في العبث ده. كل ده ساعد في انتشار المحتوى الرديء ده اكتر واكتر. وغير كده احنا كل مرة بنأكد على اهمية دور الرقابة على المحتوى اللي بيشوف الاطفال، وان قد ايه في قنوات كتير جدا على يوتيوب بالذات تبان في ظاهرها انها بتقدم محتوى للاطفال، لكنها بتخفي مشاهد غير لائقة ابدا. واصبح واجب علينا ان نراجع اكتر من فيديو لاي قناة اطفال قبل ما نوافق لاولادنا يتفرجوا عليها. وختاما لو أول مرة تشوفني لايك، ولو حابب تشوفني تاني اشتراك في القناة، والسلام.